يعني ربنا خلق المسكونة بكل ما فيها من بداية النور، قال عليه هذا حسن، والأرض والبحار والأشجار وأسمارها والكواكب وكل ما في الأرض، لكن قال ليس حسن أن يكون آدم وحيدا، وخلق له المرأة، وبعدها قال على الإنسان هذا حسن جدا. أكيد حسن فعلا، عشان إحنا يعني بنكمل بعض أنا والمرأة. حواء هي زوجتي، هي أختي، هي أمي، بنتي، أقرب أقاربي هي، ولكن للأسف انعادات في مجتمعنا نتيجة عدم وضوح مكانة المرأة فيها بشكلها الصحيح. مجتمعنا خط عليها معاناة، فرض سيطرة الأخ الكبير أو الصغير، حتى لا أنت ما تعملي كده وما تسوي كده. الأب لا يقدر أو لا يقدر بنته ولا احتياجاتها النفسية والعاطفية. احنا عارفين أكيد البيت بتحتاج، المرأة بتحتاج، كذلك أمهاتنا. يعني الأم تربت بنفس القسوة وسلبت بنتها حق التمتع بكل شيء. مجتمع خط قواعد لا نفهم أسباب فرضها على الفتى من الأساس دون أسباب منطقية ولا حتى دينية أو أخلاقية. وبينما إحنا كرجال وكمجتمع قفلنا على البنت بمحاذير أخلاقية، كانت نتيجتها ردود عكسية للفتيات. واحدة من أهم أسباب انحراف البنات عاطفيا في سن المراهقة، سن النمو، لأنها اتفرضت عليها ضغط شديد